مساء الفل يا جماعه، اخباركم ايه؟ النهارده طالعين نرد على العملاء اللي بتستغلى اسعار افلام الحمايه عندنا. معانا عربيه رينو داستر برضو كانت مستغليه اسعار افلام الحمايه عندنا. عايز اوريك شكل العربيه بعد سنتين بقى عامل ازاي. شوف شكل السقف، الفيلم اتحرق على الدهان بالكامل. تعالى معايا شوف المنظر. خلاص الفيلم والدهان بقوا قطعه واحده، في اجزاء الصاج اتكشف فيها. للاسف الحاجات دي لو اتثابت فتره كبيره بالشكل ده خلاص السقف هيبدا يسرح فيه البارومه. تعال اوريك باقي العربيه. عايزك بس تشوف معايا الاكسدام، يعني انا مختار لك قطعه بعيده عن الشمس، بعيده عن سخونه الموتور. الفيلم ده يا جماعه مش فينيل او مش فيلم الوان، الفيلم ده شفاف، هو مع الشمس اتحرق. تعال بقى اوريك الفرق ما بين الخامه الغاليه والخامه الرخيصه. شوف كده معايا فرق الخامتين. يعني اللي على الغطا دي الخامه اللي كانت راكبه على العربيه، خامه اصلا باينه جدا، لونها بعيد عن الدهان. دي خامه من الخامات اللي احنا شغالين بيها، يعني لولا الحرف ده ما يبانش اصلا ان في حاجه على العربيه بسبب نقاء الخامه وشفافيه الورق. لما نيجي برضو نجرب اختبار، يعني دي الخامه اللي كانت راكبه على العربيه خلاص، يعني الورقه خلاص لو اتقرص سنه كمان هتسمع في الدهان. يعني بص، يعني دي الخامات اللي احنا بنشتغل بيها. كل ده في الورقه. دي اول حاجه. كل ده في الورقه يا جماعه. الميزه الثانيه الورقه لما بتتشال خلاص هي تحتها مفيش اي صمغ، مفيش اي مشكله. غير هنا بصوا يا جماعه المنظر، دي الخامه اللي احنا بنشتغل بيها. بصوا كل الاحتكاكات دي في الورقه كمان لسه مقاومه. هدفنا النهارده من الفيديو توعيه العميل ان حضرتك بلاش تسترخص في فيلم الحمايه بالذات، لان فيلم الحمايه الرخيص هو على المدى البعيد هيضرك مش هيفيدك. يعني عربيه زي كده النهارده فيلم الحمايه ما ضافلهاش اي حاجه، بالعكس هو قلل من قيمتها. يعني عربيه زي كده خسرت حساب فيلم الحمايه واتحملت تكلفه رش، وكمان العربيه قل من قيمتها بسبب خامه بالشكل ده. ففرق الاسعار ده يا جماعه فرق تكاليف، فرق خامات، فرق حاجات كتير جدا. يعني فرق الاسعار ده ليه اسباب كتير. بس في الاخر دور كويس عشان تعملها مره واحده بس. شكرا لكم.